العملاء اللي اشترت مع مصر ايطاليا في مستقبل سيتي مش هتستلم لان ميدار سحبت الارض من الشركه. ايه حكايه الخبر ده وايه مصير العملاء اللي اشترت في المشروع؟ مصر ايطاليا كان ليها مشروع في مستقبل سيتي اسمه البوسكو سيتي. المشروع كان على مساحه 270 فدان. بسبب ان شركه مصر ايطاليا اتاخرت جدا في الانشاءات وما دفعتش اقساط من الارض، شركه ميدار المسؤوله عن تطوير مستقبل سيتي سحبت منهم 150 فدان من الارض. ال 150 فدان اللي اتسحبوا من شركه مصر ايطاليا بيتنافس عليهم دلوقتي 4 من اكبر المطورين موجودين في مصر: ماونتن فيو، حسن علام، تطوير مصر، ولافيستا. الافضل لتطوير مصر وماونتن فيو ان هم يخلصوا تسليماتهم القديمه، بعد كده يبداوا يفكروا ان هم ياخدوا ارض جديده. اما جهاز ميدار فدي خطوه كويسه جدا منه لانها بتجبر المطورين انهم يبنوا ويسلموا في مواعيدهم. وللعلم شركه مصر ايطاليا شركه كبيره، لكن المشاكل الكبيره اللي كانت بين الشركاء هي اللي سببت التاخيرات والمشاكل اللي الشركه كانت بتواجهها الفتره اللي فاتت. لكن المفترض ان المشاكل دي كلها هتتحل لان خالد العسال استحوذ على الشركه بالكامل من كام يوم ودفع 27 مليون دولار. وبالنسبه للعملاء اللي اشترت ما تقلقوش لان الشركه هتكمل مشروعها بس على مساحه 120 فدان بس، مش 250 فدان. وانت كعميل زي ما انت بتدور على سعر كويس لازم تشوف سابقة أعمال الشركة وتاريخها عامل إزاي، وتتأكد إن الأرض اللي أنت بتشتري فيها ما عليهاش أقساط متأخرة عشان ما تتعرضش للسحب. أنا عبد الرحمن يوسف بنزل محتوى عن الريل استيت، تابعني لو مهتم بالعقارات في مصر.